مفيش بنزين في المكسيك. بصوا الوشم اللي على ايديه ده يا جماعه. لما بتخش اي عصابه هنا في المكسيك، فين خوسيه وسبت خوسيه ليه؟ انت ليه غدرت بخوسيه؟ الله والخير، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. انا عارف ان انا مقصر معاكم شويه في الفيديوهات، بقالي فتره مش بنزل فيديوهات، ولكن اكيد راجع، اكيد راجع ان شاء الله. يعني كله اتاخرت عنكم وهتاخر عنكم اسبوعين بالكتير، فكل يوم جمعه اكيد في فيديو ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت مصر و7 بتوقيت السعوديه. لو انتم متابعين الاخبار السياسيه والاخبار العالميه هتعرفوا ان في هنا في المكسيك في ازمه بنزين. فتعالوا كده نشوف البنزينات ونشوف ايه اللي حصل وايه الحاجات اللي الناس متوقعاها مع الرئيس الجديد. وفي اخر الفيديو ان شاء الله، عشان في ناس كتير جدا سالتني انا ليه سبت العيله المكسيكيه اللي كنت عايش فيها في مدينه تولوكا، وفين خوسيه، وهرجع ولا لا، كل ده هتعرفوه في الفيديو ده. فيلا بينا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، دي بنزينه اهيت، كل الطابور ده واقف عشان يحط بنزين. فمش كل البنزينات شغاله برضه على فكره، يعني في بعض البنزينات ما فيهاش بنزين اصلا ومقفوله. وحتى لو رحت البنزينه بيحط لك بعدد معين، يعني انت لو بتفول عربيتك ب 1000 بيسو يقول لك احنا هنحط لك ب 400 بس، ما تقدرش تفول بالكميه اللي انت عاوزها بسبب الازمه اللي هي حاصله دلوقتي دي. اذا كانت الازمه دي هو الرئيس بيخطط لحاجه او في دماغه حاجه معينه، ولا هم بيخترعوا له ازمات عشان هم في ناس كتير عاوزه تحارب الرئيس الجديد ده عشان هو عاوز يغير حاجات كتيره جدا في البلد وعاوز يطور من البلد. فاحنا مش عارفين اذا كان هو دي حاجه هو من تخطيطه، هو عاوز يعمل حاجه معينه في دماغه، ولا هي الازمه دي هم مخترعينها عشان هم عاوزين يضايقوه او يشيلوه من البلد وكده ويفتعلوا له ازمات. فمش عارفين ايه اللي هيحصل دلوقتي في موضوع البنزين ده. ودي بنزينه تانية هي برضو، بس دي مقفوله، حاطين شرايط صفرا. ما بيقولوا ان البنزين بيتسرق يا جماعه، البنزين بيتسرق، ولكن هم مش عارفين، او هم بيقولوا ان البنزين، انا يعني هشرح لكم الموضوع. كل ولايه هنا في المكسيك بيبقى لها مكان معين، خزان كبير، الانابيب بتنقل الخزان ده للولايه، وبعد كده العربيات بتاعه البنزين بتبدا تاخد البنزين وتنشره على البنزينات وكده. بيقولوا ان العصابات بتسرق البنزين ده من الخزانات الكبيره نفسها اصلا، يعني بيروحوا الخزان الولايه يشوفوا بقى اي مكان فتحه او بيفتحوا الانابيب بتاعه الخزان، او بيفتحوا الانابيب بتاعه الخزان ده ويبداوا يعبوا البنزين بقى. بيقول لك بيرموه في الصحراء. فهي ده الموضوع اللي هو عامل الازمه دلوقتي هنا في المكسيك. موجود حاليا في وسط المدينه هنا في المكسيك، في مدينه غوادالاخارا. عاوز اوريكم المعمار المكسيكي يا جماعه شكله عامل ازاي، والبيوت القديمه والطراز ازاي كانوا بيبنوا البيوت هنا. يا جماعه مع صديقي هذا اسمه سعيد، معرفش اسمه سعيد ازاي، ومكسيكي. هنا بيعملوا التاكوس. بص انا كل فيديو هطلع التاكوس لان انا بحب التاكوس جدا، يعني من الاكلات المفضله عندنا في المكسيك. دي اللحمه مع صوته مميز جدا. عاوز اوريكم. Dice algo para los árabes. Buenas tardes, señores árabes. Aquí me reporto de Tacos El Egipcio en Guadalajara. Soy Barrabás, alias el ruso del albañil. barrabás من الناس اللي هي صوتها مميز جدا يا جماعه. فقلت له انت ممكن تعمل، يعني ياخد كورس مثلا ان هو يبدا يتعلم ازاي يتحكم في صوته كده، ممكن بقى يشتغل في اي حاجه، معلق مثلا في الراديو في اي حاجه. فصوته مميز جدا على فكره، يعني مش اي حد بيكون صوته بالشكل ده. بصوا الوشم اللي على ايديه ده يا جماعه، ده وشم لما بتخش اي عصابه هنا في المكسيك
بيحط لك وشم على ايديك عشان انت تبقى معروف ان انت تبع العصابه دي، او لما تخش السجن يبقى انت خلاص هما بيحموك لما تبقى شغال معاهم يعني. ولكن يعني الشغل ده خطر جدا 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 يعني. نيجي بقى للسؤال المهم اللي ناس كتير سألته لي، انت فين خوسيه وسبت خوسيه ليه؟ انت ليه غدرت بخوسيه؟ يعني انا بيجي لي كومنتات يعني منكم غريبة. بصوا يا جماعة، انا ما سبتش المدينة التانية دي عشان حصل مشكلة او الكلام ده خالص، لا انا سبت المدينة التانية والعيلة المكسيكية اللي انا كنت عايش معاها، لان انا المدينة دي اللي هي مدينة غوادالاخارا الاقتصاد هنا افضل واحسن من المدينة التانية. بمعنى ان انا عاوز اشتغل هناك في المدينة التانية ما بيدفعوش كويس، الاقتصاد نازل لتحت. هنا الاقتصاد بيعتمد على حسب المدينة اللي انت عايش فيها. في مدن ممكن تلاقي فيها الاقتصاد واطي جدا، ومدن الاقتصاد فيها كويس. فدي الحاجة اللي انا بسببها سبت المدينة التانية اللي هي مدينة تولوكا، وسبت خوسيه، وسبت العيلة المكسيكية اللي انا عايش فيها، اللي انا كنت عايش معاها. مفيش مشكلة خالص، مفيش أي حاجة حصلت يا جماعة، مش عاوزكم تكبروا الموضوع. ولكن احنا إن شاء الله هنرجع وهنزور العيلة المكسيكية اللي أنا كنت عايش معاها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله في المستقبل. يعني ده سؤال أنا كنت لازم أرد عليه، لأن أنا جالي عليه أسئلة كتيرة جدا جدا جدا. فيا رب تكون فهمتوا الموضوع وتكون الرسالة وصلت لكم.